قبل ما نشوفوا الصوم من الناحية الشرعية نسمعوا الشارع التونسي شنو رايه في الصوم ونخليكم معاه ومن بعد نرجع إن شاء الله. الصوم هو ركن من أركان الإسلام، عبادة. عادة مش عبادة. عادة وعبادة الاثنين. فما ناس يشوفوه عادة وفما ناس يشوفوه عبادة. الصوم باش يعلمك الجوع، ونحن 90% من التوانسة جوع، بالتالي ما نطبقش علينا. أكيد صيام رمضان. عمري ما صمت نهار في حياتي. رمضان سلامة غنسيمو مغاري مش ديما. ما نسيموش ديما رمضان، ديما نفطر، وإذا فطرت النهار الأولاني نلعج عليه الكل. اللي صام هو اتقى الله فهمت ولا لا، وشاف فيه تربي، واللي ما صامش ليه وليها ربي. فرض بالطبيعة. الصيام فرض. السنة فرض فرض. سمى فرض. سيمو بور لا فورما كهو، سيموش عبادة، سيمو ما يصليش وما يزكيش ولا على باله بحتى حكاية. الإنسان اللي كان باش يصيم لازم يطبق رمضان الصحيح. J'ai vu des choses هنا في تونس qu'en France n'existe pas. نحن جواعة، خلي يصوموا الآخرين ويطمعونا نحن، لأن نحن عمرنا كاملة جواعة.